السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، جينا وياكم اليوم وصفة جديدة، الكباب العراقي. حبايبي، هاي أنا عندي 2 حبة بوتيتة، طماطة، وكل المواد هاي قدامكم. عندي هنا كرفس، ما لقيت معدنوس. حبايبي، هذا فلفل حار وثوم، وهذا اللحم عندي نص. أنا جايبة كيلو، أخذت من عنده ربع، أقل الربع، قسمته قسمين. هاي المواد حبايبي، راح هسه أبتدي بالثرم. أنا ما أريد يبقى بيها مي، أصفيها من عنده. هاي شوف الثرم شلون. بعد ما أثرمها راح أصفيها من المي. هذا المي كلش نهائيا ما أخلي بيها ولا قطرة. أريدها تكون يعني قليل بيها الرطوبة. هاي كلها ثرمتها وجبت المواد: الشجر واللحم والكرفس والبصل، وهنا عندي طماطة وهذا اللحم. هاي كلهن جمعت، راح أخلي عليهن هسه بهارات الكباب. أنا طلعت تقريبا يعني قلاصين مي من عتن من المواد مالت الثرم، لأن يطلع بيه مي هواي. هاي حبايبي بهارات الكباب. راح أضيف هذا ملح وكركم عندي، وراح أضيف وياه، أريد أنا مقرمش يكون، أخلي وياه نشا ومعجون تردون انتم حسب الرغبة. أنا أريد يكون بيه على لون يطلع حمار، يعني من قليب الزيت يطلع لونه أحمر، مقرمش كلش طيب. جربوا وانتم حسب الرغبة. هذا الطحينة أنا عندي، أشوف إيش كم خاشوقة وأكتفي بها. راح أعجن. هاي حبايبي، وهسه أخلي النشا يخبل يخبل، خلوه بها كلش ينطي، يعني الطعم روعة روعة. تكون يعني مقرمشة ومن الداخل بها رطوبة. هاي حبايبي، بعد ما عجنتها وجيت راح أروح أقليها. أنا ما أريد يطول الفيديو عليكم، أقليها وأجيكم. هاي حبايب قلبي، شوفوها تخبل تخبل. ايش قد ما اقول لكم الوصفة كلش لذيذة يعني ونظيفة. ولا تنسونا من خالص دعاكم لي ولوالدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.